الإدانة العاطفية. اتجوزتيه مش تشكي فيه، شكيتي فيه مش تتجوزيه، والعكس صحيح. هكذا هي الحياة، طالما دخل الظن والشك في النفوس كانت أولى خطوات الهلاك الزوجي بالذات. ومسمار الشك هو أقوى مسمار في حياة الناس، فهو أكبر صانع لأزمة ثقة لا يمحوها أي دفاع عن النفس، ولا يصدق أي إنسان فيما نسبه له من خيانة. لأن دايما الإنسان الشكاك لا يصدق سوى نفسه، فهو عادة شخص فاقد الأهلية النفسية، ناقص في كثير من المركبات الصحية التي تعين على التعايش مع من حوله جميعا. فكيف بمن هم في شراكة حياتية المفترض لها الأبدية؟ الإدانة العاطفية من أقوى الإدانات التي تواجه البعض بل الكثير، بأن يصر طرف على إدانة شريكه عاطفيا كلما نظر لهذه وتلك، فهو إنسان مريض بالنقصان في ذاته. يأتي هذا من فقدان الجمال الناظر إليه شريكه، فلهذا هو يشعر بقلة القيمة والاعتلال من كل جميل يحيط به، ويتوهم دوما أن كل الناس مثله، لذا يحاول النيل منهم ليبقى هو لكن دون جدوى. فلا يوجد إنسان سليما نفسيا معافى صحيا يغض بصره عن العالم، خاصة عالمه الذي يعشقه. فمن الغباء أن نحكم على من معنا أن يكونوا بلا أعين بلا بصر، وإن استطعنا أن نعميهم فعليا فلن نفقدهم بصيرتهم، فما غاب عن العيون لا يغيب عن القلب والنفس. لذا هراء هو التشبث بفكرة لا تنظر هنا، لا تفعل هذا، فلكل إنسان حرية في تتبع ما يروق له. والزهد في الأشياء لا يأتي أمرا، بل يأتي عند الملل، والملل الزوجي يصنعه طرف غبي يجيد النكد والعكننة لأنها دستوره اليومي. احذروا احذروا الإدانة العاطفية، فهي تعود عليكم بالخسارة وتشبعكم كيدا وقلة احتراما من أهليكم. فمن كان الشك هو مرآة حياته فلا يلوم سوى نفسه الخربة، لأنه لن يرى إلا صورا رسمها بيده، أما الحقيقة فلن يهنأ بها يوما لأنه عشق الوهم والباطل. فأطال الله أيامه الممتلئة بعار الشك الذي ليس في محله. شكيت فيه اتركي لمن ينال ثقتهم طالما ليست فيك أهلية الثقة، والعكس صحيح. نحو عنكم الرقاب المميتة، فهي عقار الموت البطيء ليس للحب فقط بل الموت للنفس. وتذكروا دوما أنه لا يجتمع الحب والشك، الحب والظن، الحب والامتلاك، القبح والجمال. فأنت جميل طالما كنت ترى الكون جميلا، وأنت عاشق طالما كنت واثقا في حبيبك. جهاد نوار.